السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. عايزه اقول لكم حمدي ووفاء نزلوا بستوري على الانستجرام، ستوري جميل قوي. وفاء نازله فيه من على السلم وحمدي بيستقبلها في اخر الفيديو، وخدها وكاتب عنوان اللي جاي حلو مفيش كلام. فطبعا يعني مش عارفه، حاسه كده يا ولاد ان ممكن دي تكون فيلا جديده، او ممكن يكون حمدي خلاص نوى ان هو يستقر في مصر، لان السلم ده مش موجود مثلا في فيلة حسن او فيلة محمد او فيلة الحاج جابر. لا، مش موجودة خالص. تحسوا ان هي فيلا جديدة، وهي نازلة ولابسة برضو عباية، مش لابسة مثلا فستان نقول مثلا بيعملوا سيشن ولا حاجة. لا، لابسة عباية ولابسة شبشب، وهو بيستقبلها في اخر الفيديو. فغالبا كده ان حمدي ووفاء ناويين يستقروا في مصر، وهو بيحب المفاجآت كالعادة. يعني حمدي المفروض نسموه حمدي ووفاء مفاجآت. فغالبا ممكن يكون هيستقروا في مصر خلاص، والفيلا دي هي الفيلا بتاعتهم، لان المفروض ان الفصل الدراسي في تركيا المفروض شغال. يعني هي كانت قايلة ان هو 4 ترمات، والاجازه من كل ترم وترم 10 ايام، وهم بقى لهم كتير، ده داخلين في شهرين من موضوع، من ساعه المقلب بتاع دبي وان هم سابوا بنتهم. فغالبا هم كانوا ناويين ان هم يرجعوا مصر بعد ما خلصوا موضوع القضيه بتاعتهم والضرايب هم مخلصينها. فغالبا كده ده هيبقى المفاجاه الجايه، ان حمدي ووفاء هيستقروا في مصر. طبعا بالنسبه لهم مصر اكيد احسن من اي بلد تانية، ولو ليهم اشغال في دبي ولا تركيا، ولا هو في دبي ليهم شغل في دبي، يروحوا ويرجعوا. وهنستنى الفيديو، اعملوا لايك ويلا.